عندك ربع فرخة بايت في التلاجة ومحدش عايز ياكله وكل غضبان عليه، تعالي نعمل بيه أكلة الكل هيتلم عليها، ومن حلاوتها مش هيخلوا فيها ولا معلقة حتى. هنعمل مكرونة وايت صوص. أنا هنا بعد ما عملت المكرونة بربع الفرخة اللي هم غضبانين عليه، بصوا الجمال والحلاوة. هندوق بقى كده عشان أقول لكم رأيي في المكرونة. جميلة جدا بجد، طعمها جميل وريحتها خطيرة، وبتتباع في المطاعم بمبلغ كبير. يلا نشوف الطريقة بسرعة. حلة على النار وحاطة فيها مية تغلي علشان اسلق المكرونة. نزلت بكيس المكرونة، وهنزل كمان بالكمية المناسبة من الملح لسلق المكرونة. انا ما بحطش اي حاجة لسلق المكرونة غير المية والملح. هديها تقليبة وهرجع لها طبعا بعد شوية صغيرة. انا هنا مش هسلق المكرونة السوا بتاعها الطبيعي، هسيب فيها ندغة كده شوية، يعني اشوف المكرونة كده الاقي فيها ندغة، هطفي عليها واصفيها. بعد ما صفيت المكرونة في حلة وحطيت معلقة سمنة وبصلاية صغيرة مقطعاها ناعم خالص. هدبل البصلاية، مش هخليها تتحمر، يدوبك تدبل بس معانا كده وريحتها تطلع. وطبعا ربع الفرخة اللي هم غضبانين عليه انا شلت الجلد منه وقطعته كده مكعبات، هي وسط لا صغيرة ولا كبيرة. وكمان كان عندي مشروم معلب، خدت كده كام واحدة وقطعتها. المشروم يا حبايبي المعلب اشطفيه تحت المية قبل ما تقطعيه عشان المادة الحافظة اللي بتبقى في السائل بتاعه. البصلة هنا دبلت، هنزل بقى بالفرخة. قطع الفراخ طبعا دي مش هتاخد سوا معانا علشان هي مستوية. بعد ما اديتها تشويحة كده مع البصلة نزلت كمان بالمشروم. هياخدوا تشويحة مع بعض، وهنزل بالملح وفلفل اسمر. هنحط شوية فلفل حلوين كده عشان يدوها طعم، وكمان نص معلقة من الكاري. وهنقلب كل ده كده مع بعضه. الريحة جميلة جدا، التوابل مع الفراخ مع المشروم، الريحة جميلة. وادي شكلها. هنا بقى نزلت بمعلقة كبيرة بودر مرقة فراخ، بتدي طعم جميل قوي. انا بالنسبة لي بحبها احسن من المكعبات، هي دي حلوة ودي حلوة، بس البودر ده بيدي تيست احسن في الاكل. هندي تقليبة كده. هاخد بقى الفراخ كده بالبصل مع المشروم وهحطه في طبق، وفي نفس الحلة على النار، وهنزل بمعلقة حلوة كده من السمنة. وهنزل بقى بعد السمنة ما تسيح بمعلقة وربع. هي كانت معلقة ونص، انا هنا حطيت معلقة كده وربع، او حطي معلقة ونص لو عايزة الصوص تقيل شوية. وهقلب الدقيق مع السمنة. المعلقة دي يا حبايبي بتاعت اكل، بس هي يعني بتاعت شوربة مدورة. هنا الدقيق استوى وخد لون مع السمنة. معايا هنا نص كيلو من الحليب، هنزل بقى بيه تدريجيا كده. بعد ما احط نص كيلو الحليب، لو احتجت تاني هزود نص كوباية مية. وبرده نزلت هنا بمعلقة بودر من مرقة الدجاج. هستمر في التقليب عشان البشاميل اللي معايا ما يكلكعش.
رشة جوز الطيب بقى بتودي الطعم في مكان تاني خالص. وهستمر في التقليب. هنظبط الملح ورشة فلفل. لو عندك فلفل ابيض ممكن نستعمله بدل الاسمر، انا هنا ما عنديش فحطيت فلفل اسمر. الصوص هنا تقل معانا، هنا مش عايزاه تقيل يا جماعه، انا عايزاه بس كده ايه يعني تقيل سنه بسيطه عن العادي. ونزلت هنا بالخليط بتاعنا اللي هو المشروم وقطع الفراخ والبصل، وهقلب تقليبه كده ياخد غلوه مع الصوص الابيض. ومظبطه هنا الملح والفلفل وكله تمام. هنزل بقى بالمكرونه. انا هنا حطيت كميه من المكرونه وبشوف كده لقيت لا الصوص ياخد كيس المكرونه كله. هو كيس المكرونه ده 300 جرام. هقلب كده بالراحه وكده تمام. وهنغرف بقى. وادي حبايبي المكرونه، بجد احلى طبق وايت صوص هتاكلوه. وعملنا اكله جديده من ربع فرخه كان في التلاجة محدش عايز ياكله. بصوا الجمال، بجد طبق مكرونه خطير. احنا هنا بقى حطينا المكرونه اهي بعد ما غرفناها وهناكل. اتمنى تجربوا وصفه مكرونه الوايت صوص دي، ويا رب تعجبكم واشوفكم على خير.